من قبل الأخ العزيز غالب الزاملي بأنه سوف يناقش في الاجتماع المكتب التنفيذي بأن يكون هناك لجنة لاختيار اللاعبين المغتربين وأيضا إقناعهم. يعني هاي كلمة إقناعهم بها يعني حيرة، هل معقول أنا أروح أقنع لاعب يمثل بلده ووطنه؟ يعني للأسف زين أنا من أروح أسوي لجنة مع احترامي يعني هو الكباتن الأعزاء أكو كثير هم يتحركون وموجودين في كل دولة عندنا واحد، وخصوصا هي أوروبا السويد فنلندا قريبا نقول منطقة شلون احنا مناطقنا بين بغداد الرصافة الكرخ كذا، فاشخاص موجودين وقدموا الكثير وخدموا. يعني خير مثال يعني احمد الفلوجي الولد اللي كان لاعب سابق سوى اكثر من معامله للاعبين المغتربين والاي، وحتى الولد اللاعبين يم امير عماري قريبين عليه وقبلهم ولد جعاز، ما حد ذكره بالطيب او بالخير. ايضا روان الناهي ايضا دا اشوفه انا يشتغل اكثر من مره. انا على شنو اروح اخذ لجنه وافتر على المغتربين؟ واتمنى المغتربين يكون صح، نقول تاسيسهم صح. يعني هل معقول المغتربين كلهم افضل من اللاعبين المحليين؟ اكو لاعبين انا اشوف اللي عنده طفره، لاعبين اللي عنده امكانيه افضل من لاعبين، ممكن ينقذ لاعبين عنده قياده موجوده بالمنتخب، رغم هذا المنتخب مر على مرور الكرام بالخليج ما عندنا لاعب قيادي يقود المنتخب بشكل امثل. اذا هيك احنا فكرنا مغتربين ونمشي على العاطفه والجماهير والاعلام والمستفيدين من هذا الشيء، اخوي خلينا نفلش الدوري العراقي رحمه الله عليك. لا عديش جايبان الوجه جايب الانديه بدها تصرف ملايين الدولارات، بعض الانديه وبعض الانديه يمكن مبالغ قليله جايب محترفين انا 6 ولاعب 5 وما عندي محترف واحد عنده في الطفره او واحد سوى الفارق يمكن بس اللي ما شفته، ولاعب منتخب هذا اجيب لاعب محترف، انا لاعب منتخب ما اجيب لاعبين محترفين $800 600، هذا يجي يطور ابو 600 و800 وابو ال1000 وابو ال2000 يطور الدوري العراقي. اذا تريد مصلحه عمل جميع الاخوان ما كان ما يكون اعلام من هو الاختصاص بالرياضه. يعني هسه هذا اللي يوقف لك الكاميرا هم اريد يتدخل يا اخي. احنا نريد نطور بالكره بالمستوى الفني، مقتنعين احنا بالمستوى الفني في بطوله الخليج؟ لا اضحوكها، لا حد يضحك علينا. اللي ينطى رايه وقال لا احنا افضل لا يجي خلي يجي يناقشنا اخوي مستوى فني، شوف مستوى الفريق اللي لعبت، شوف مستوى فريقنا، لازم ننهض احنا. ارجع يكون هناك اليه لاختيار اللاعبين المحترفين، واللاعبين انا ما اسمي المغتربين، اللاعبين ابناء العراق اللي هم او في الخارج. خلينا نترك هذا الموضوع. كذلك حول الاحتراف العفو تعاقد اللاعبين في الدوري اقل شيء سنتين، اللاعب يلعب في المرحله الاولى في هذا النادي، في المرحله الثانيه في هذا النادي. ايضا المدربين في المرحله الاولى في هذا النادي، في المرحله الثانيه بغير نادي، بنهايه المرحله بغير ثالث. مدرب اذا فشل او نقول ما حقق نتائج ما قدم شيء وخرج من النادي اقل شيء 6 اشهر الى اكثر ان